هذه الصفحة نشرت قبل ساعة. محمد، خبر عاجل وصلني الآن. سكان مدينة السمارة المحتلة يؤكدون قبل قليل سماع أصوات القذائف والقصف المدفعي، ويؤكدون اقتراب الجيش الصحراوي من المدينة. يعني القوات الصحراوية ستدخل مدينة السمارة بعد ساعات من الآن. وهذا خبر مؤكد، هذا من داخل، هذا مصدر عندي، مصدر يعني رسمي منه. قذائف راهي تقصف في المدينة، وانسحاب طبعا الجيش المغربي. المصدر يؤكد أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستدخل القوات الصحراوية إلى المدينة. ايش رايك؟ يعني ما هو تعليقك؟ ما كل شيء ممكن. يخرب عقلك، ده انت مسخره. الجيش الشعبي الصحراوي جيش ما شاء الله، يعني عارف المنطقة، يتأقلم سريعا مع المنطقة، قادر على أنه يعبر الصحراء الغربية ليلا. أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على إبراهيم غالي على تفتيش وحدات المتطوعين إلى صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وذلك بمدرسة الشهيد الولي العسكرية، التي تضم عددا كبيرا من المتطوعين الذين هبوا من كل حدب وصوب. الآن هناك معارك شديدة، هناك مواجهات شديدة، هناك لغة النار، هناك لغة الرصاص. هذا ما نسمعه هذه الأيام عبر وسائل الفيسبوك. النار يعني قادية في منطقة حوزة، في قطاع حوزة. ولا شو الصباح سمعتي راني حتى انا كنخبط. ما يجري الآن من تطورات عسكرية في منطقة الصحراء الغربية. الصحراء مغربية، وهي مغربية بكل تأكيد، رغم كيد الكائدين ورغم تسلط المتسلطين. لأن باش يكون تقول اليوم الصحراء مغربية وفيديوهات شوية مشيتي لي ولا الصحراء غربية. وأنا بريء من الانفصال. إذا تكلمنا عن الصحراء الغربية لكل الصحراويين، وعاقب ذا كامل يجوا 5 مسؤولين ويشكوا في وطنيتي. أنا ما عمري بغيت نهضر على هذا الرادي الليلي، وحق الله العظيم أنا قلت حتى نجمع المعلومات يكون على يقين. ويكتبوا عني أكثر من مقال على أني عدت انفصال. لقاوه موظف شبح وقالوا لي تخير توقف على هذا المنضد ديال موظف شبح ولا تبقى خدام معنا في الصحافة. ما بغاش، بغى يبقى موظف شبح، يشد من هنا ودوز هنايا وحصل. باش يكون عندك مشكل مع فاطمة البارودي ولا مع شخص وتحولوا إلى صراع مع الشعب، فأنت مخطئ. مع الدولة لا، انت ولا عندك مشكل مع نظام ومع دولة ومع شعب مغربي ككل، لأن الصحراء المغاربة عندهم فعالين. هذاك بالنسبة للمغرب خائن، والخائن والجاسوس والإرهابي ما تتعطاش يوم جنسية خويا الله يرحم والديك. هذاك خان بلادو، خائن، خان البلاد ديالو. ولكن ما تكلم أنت راك خائن انت. ومن العيب والعار أن أعبر اليوم عن مغربيتي، لأن المغربية ووطنية الإنسان كالعقيدة، إذا مسيت وطنية الشخص فكأنما مسست أيضا عقيدته. قدمت الكثير للبلدي وقدمت الكثير للقضية الوطنية تحديدا، ولكن هل هذا مبرر باش تولي خنجر في ظهر يعني الوطن ديالك اللي رباك وقراك واللي كبرتي فيه؟ الكلمة الأخيرة للأستاذ محمد رضي الليلي، المناضل مخضرم. هذا الليلي لم يكن يوما مناضلا أو حامل لقضية ديال الشعب، أو هو عنده مشكل شخصي، قضية شخصية صافي، قضية شخصية تقاصت مصالحه، كره من صافي لقى فرصة كيبان له راه غينتقم. اختار أن يصطف في واجهة سياسية معينة حتى ولو كانت هذه الواجهة السياسية هي الانفصال، لأن هذا موقف يسجل ويحترم، لأن هذا الشخص تخندق في موقف معين. إما أن تكون وطنيا أو خائنا، وليست هناك منزلة بين المنزلتين. الوطنية تترجم على أرض الواقع بعمل جاد ومسؤول. ولكن شحال واحد تيقول لك الوطنية دريس البصري تكرفص على عباد الله قدام الحباسات على الموقف من الصحراء، تكرفص على الناس، وفي الاخر ولا ملي تحيد له بالزوله وطلع لفرنسا ولا يقول الصحراء الغربيه ما بقاتش مغربيه.
من أراد أن يضع رجل هنا ورجل هنا ما عندنا ما نديرو به. أي واحد يرجع للإنترنت ويستخرج جميع الكتابات المتعلقة بقضية الصحراء. شايف الصحراء دي مغربية ولا غربية؟ نجد على أن هناك خلط للعديد من المفاهيم المتعلقة بالنقاش في ملف الصحراء الغربية. الصحراء الغربية. الحمد لله المغاربة ذاكرتهم قوية. واش بقات بلا 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 أيوة المغاربة أيوة كذا كذا. الطرد الذي تعرض له الدكتور عبد الرحيم بوعيدة من الدكان السياسي لحزب الأشرار وليس الأحرار. هنيئا لي بالوسام الذي وشحتم به، هذا الوسام الذي يعتبر تاجا على راسي ووساما على صدري أن أطرد من حزب ما عاد حزبا. حاشا يعود حزب الأحرار أو حاشا أن يكون حزبا. اليوم أقول لكم السيد الرئيس أن للتاريخ ذاكرة لا تموت. يستطيع المغرب فرض إرادته على الشعب الصحراوي إذا ما أراد أن يتحرر ويختار المصير. السيد الرئيس، ليس الطرد ما أوجعني، لأنكم حتما لا تعرفونني بشكل جيد ولا تعرفون أيضا التاريخ، وإلا ما كنتم أقدمتم على هذا الطرد. انا ما عندي حتى شي عضويه في التجمع الوطني الاحرار، نعطيك بعدا غير باش انا رئيس جهه كنت باسم التجمع الوطني الاحرار، ما داخل لا في مجلس وطني، ما داخل لا في مكتب سياسي، ما داخل لا في هياكل تنظيميه، راه عندي غير التزكيه فقط. حيت من رئاسه الجهه انتهت علاقتي بالتجمع الوطني الاحرار. سيد الرئيس، اليوم نعيش في حزب التجمع الوطني الاحرار واحد التغيير كبير جدا. هذا التغيير نلمسه من خلال منذ انتخابكم على راس هذا الحزب. واحد كان معكم الى امس رئيسا لجهه باسمكم، وبالتالي ماذا تغير؟ البارح كان ومني كان رئيس ديال الجهه كان فرحان وعجبو التجمع الوطني الاحرار وحضر معايا في مجموعه من الملتقيات ويشيد. اسمح لي، الانتهازيه ما بقاش عندها مجال في التجمع الوطني الاحرار. اسمح لي نقولها لك، احنا ما بغيناش شي واحد معنا في التجمع الوطني الاحرار يكون انتهازي. انا غنمدحك وغنقول لك انت تجربه جديده منين نكون معك رئيس جهه، وحينما لا ابقى رئيس جهه نقول لك هذاك اسمح لي، هذا كلام مردود عليه، هذه انتهازيه خاصنا نحدوا معه، وحنا حدينا معها داخل التجمع الوطني. من اليوم لا يوجد ترحال نحو حزب اخر، من اليوم يجب ان نستقر. حزب التجمع الوطني الاحرار كنت معاه وكنقولها وبصريح العباره، ترشيحي فيه هو تزكيه فقط عائليه، لا علاقه لها بايماني بالحزب نفسه. اللي مقتنع معنا هذا الحزب يجب ان يعلم ان هذا الحزب هو حزب المستقبل ان شاء الله. انا شو حزب التجمع الوطني الاحرار لم تجمعني به سوى التزكيه العائليه ايضا. دكتور، هذا النقاش هذا البعض قرأه نوع من التناقض الى بغينا نقولوا او الازدواجيه. كيفاش انت ما مقتنعش بحزب ودخلتي ليه زعما؟ دخلنا قلنا لك لان الطريق فقط باش توصل. ياكلون الغله ويسبون المله. واليوم كذلك الطرد في حق الدكتور عبد الرحيم بوعيدة. شنو دار الدكتور عبد الرحيم بوعيدة؟ وجه الخطاب الى الداخل، الى الصحراويين المتواجدين فوق الاقل المتنازع عليه. يجب ان نحدد بكل دقه وبكل صراحه ماذا نريد. قصه الدكتور عبد الرحيم بوعيدة قصه كذلك من القصص المؤلمه لهذا النظام المجرم الفاسد الدكتاتوري. إذا لم تعد الآن المسألة محصورة مع جبهة البوليزاريو باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد، بل أصبحت جبهة البوليزاريو تتقوى من الداخل، وهذه آلية استغلتها الجبهة في إطار صراعها مع المغرب، وهذا شيء مفهوم بل مقبول في إطار هذا الصراع. اسمحوا لي ضربت عليكم صراحة، هذا الموضوع هذا ما خصنيش كاع نهضر فيه أنا، لأن أنتم أدرى وأذكى بهذا الموضوع هذا. الوحدة الترابية، الدين الاسلامي، المساس بالعائل الكريم، المسائل هذو راه خط الاحمر. انت جاي هنا تقول لنا الله الوطن الملك، الله الوطن الملك خليناها ورانا، خليناها في الزريبه لبلاصتها. قال الرادي قال اساس قال لي واش نبغوا ما يقول. اذا الان بعد القرقرات التي حدث فيها ما حدث صبيحه اليوم، واللي قتل فيها 27 شخص وأسر 72 أسير مغربي، 27 طبعا جندي مغربي. هذا السيد بقى بدون مأوى وبدون وطن، ما هو مغربي بقى مقد خائن
ما هو بوليزاريو؟ جدعوا لي بوليزاريو. خيانة الوطن، خيانة الوطن ما كاينش كاع شي خيانة أكثر من ديال الوطن، خيانة البلاد. كلامه وتعليقه وخرجاته وقصفه انا قد نقول عنها ما توعينا من الرقاد. ولقى هذه المناسبه بغى يركب عليها القرقارات حنايا والوطن الجمهوريه يخربق عليه. كلام راضي الليلي بالنسبه لنا حنا ما يحرك ساكنه. الحمد لله باسم ولاد بوسواع باقليم بوجدور، والحمد لله جينا لهاد الارض ديالنا، والله ينصر الملك وحنا فرحانين، والله يعاون الشعب، والله ينصر الملك، والله يعاون الجيش اللي ساهر على هذه الارض السعيده، ونطلب الله تعالى الله ينصر ملكنا والله يعز خوتنا، والحمد لله فرحانين بارضنا. كما قال الشاعر: بلادي وان جارت علي عزيزة، بلادي وان جارت